السلام عليكم. مشيئة الله اختارت أن يخلقوا برأسين. يبدو مشهدهم غريبا للغاية وملفتا للنظر. إنها مخلوقات شهدت طفرات جينية أدت لولادتها برأسين. سنقدم لكم في هذا الفيديو أشهر 10 حالات منها. تمساح ذو رأسين. البداية مع أكثر هذه الحيوانات إثارة للرعب، وهو هذا التمساح الذي ولد برأسين وجسم واحد وذيلين و8 أرجل، وسجلت هذه الحالة عام 2001 في مزرعة تماسيح بتايلاند. السلحفاة ذات الرأسين. سلحفاة برأسين تدعى ثيلما والويز. ولدت عام 2013 في حديقة حيوان بولاية تكساس الأمريكية، وقد أكد مسؤولو الحديقة التي توجد بها أن كل رأس يفكر بشكل مختلف عن الآخر. العجول ذات الرأسين. سجلت حالات عديدة لولادة عجل برأسين حول العالم، من أغربها هذا العجل الذي ولد في الولايات المتحدة الأمريكية. الغريب أكثر أنه لا يملك سوى عينين برغم أنه ذو رأسين، وما زال يعيش العجل حتى اليوم بصحة جيدة. قط ذو رأسين. هذا القط برأسين وفمين وأنفين و3 عيون. يعد أقدم قط عاش برأسين في العالم، وتوفي عن عمر 15 عاما عام 2014، حيث كان يعيش مع صاحبته في ولاية ماساتشوستس الأمريكية. وما زاد قصة هذا القط غرابة كونه مات بمرض السرطان بحسب الأطباء البيطريين المشرفين على حالته. الأفعى ذات الرأسين. هناك حالات عديدة لولادة أفعى برأسين، ويبقى أشهرها أفعى ألبينو كاليفورنيا، والتي ولدت في مارس 2013 في حديقة حيوان العاصمة الروسية موسكو. الخنزير. هذا الخنزير ولد بالصين عام 2007 برأس واحد وأنفين وفمين و3 عيون. قرش برأسين. وجد هذا القرش الصغير بداخل رحم أمه عند اصطيادها، ويعتبر أول قرش مسجل من نوعه. السمكة ذات الرأسين. الأسماك أيضا عثر على بعضها برأسين، منها هذه السمكة التي وجدها الصيادون. حمل ذو رأسين. سجلت الكثير من الحالات حول العالم لولادة خرفان برأسين، لكن الكثير منها لم يعش طويلا، كهذا الحمل الصغير الذي ولد في أيسلندا، إذ كان لابد من القضاء عليه لأنه لم يكن قادرا حتى على رفع رأسه. ثعبان برأسين. على غرار الأفاعي سجلت أيضا حالات كثيرة لثعابين برأسين، لكن هذا الثعبان لا يتميز برأسيه فقط، وإنما بكونه أمهقا أيضا.